طب إيه الطرق اللي تخلّيني أعالج ابني من الكذب؟ رسيني. أول حاجة اوعى تسأل ابنك أنت كدّاب والّا لأ، أنت بتقول الحقيقة والّا لأ، اوعى تسأله السؤال ده، لإن مع تكرار السؤال هيحس إن الكدب ده حاجة عادية أو إن option موجود وينفع أكدب وهيبقى مقتنع إنه كدّاب وهيستمر في كده، ومش هيبقى فاهم أصلًا. تاني حاجة كلّمه عن الكدب من غير ما تبقى قصده هو، يعني احكِ له قصص عن الكدابين، اخترع أي مواقف تبيّن فيها إن أنت لمّا قُلت الحقيقة ربنا نجدك، يعني دايمًا قيس على نَفْسك أو على مامته أو على أي شخصية وهمية، ولكن بطريقة مش مباشرة إنّك تبقى موجّه الكلام عليه. تالت حاجة امدحه، امدحه دايمًا وقوّي ثقته في نَفْسه، وبُص للحاجات الحلوة اللي بيعملها فهياخد ثقة، فبعد كده هيستقبل منّك أي نصيحة أو أي كلام. رابع حاجة اخلق أنت ومامتك مواضيع سوري أنت ومامته مواضيع، يعني مثلًا احكي قدّامه موقف بينك وبين مامته، أو إن لمّا هي قالت الحقيقة برافو يا مامي مش عارفة إيه، دايمًا خلّيكم قدوة، أو خلّي عنده role model أو مثل أعلى حتى لو من الخيال، هو يبتدي يقلده، يحطه في دماغه، يفكر فيه ويقلده. دي الطرق اللي تقدر بيها تساعد ابنك إنه ما يكدبش، رسّيني.